كيف ترى المباراة النهائية إذن؟ المباراة النهائية هتبقى قوية جدا. فرقتين مميزين طبعا. المنتخب الياباني الكرة السريعة واللياقة البدنية العالية والتكتيك العالي جدا واللعب الجماعي. يمكن ماتش اليابان وكوريا الجنوبية انا تابعته واتفرجت عليه ومتابع اليابان من اول مباراة في البطولة. المنتخب الياباني عنده اللعب الجماعي هو الغالب على طبعا ادائه. عنده زي ما قلنا طبعا انت عارف مدرسه اللي هي شرق اسيا كوريا واليابان. القوه هذه زي ما انت شايف على الشاشه. وبعدين اجسامهم اختلفت عن زمان. المنتخب الياباني عنده اجسام كان دايما يعني بيلعبوا كاس عالم. كان دايما المديرين الفنيين للمنتخب الياباني يقول لك احنا مشكلتنا في الكور العرضيه ان احنا قصيرين في اليابان. لكن السنه دي شايفين بقى لهم سنتين ثلاثه بيهتموا بالاجسام. عندهم اجسام عاليه جدا. وكانوا بدأوا المباراة مع كوريا الجنوبية. طبعا المنتخب الياباني كان يتميز على كوريا الجنوبية في حاجة واحدة. كوريا الجنوبية عنده مجموعة من المهارات العالية جدا. فكان شوية في الثلث الأخير بيشتغلوا فردي. لكن المنتخب الياباني بيعتمد على الأطراف. بيعتمد على اللاعب اللي اسمه هوندا. عنده لعيبة كويسة جدا في نص الملعب. ودايما يا كابتن أحمد حضرتك طبعا اتفرجت على الماتشات. بيعتمدوا على الناس اللي جاية من تحت بالسرعات في المساحات الخاليه. وبيضربوا يقدروا ازاي يضربوا الخصم. يمكن بداوا الماتش بهدف دخل في مرماهم ودي حاجه صعبه جدا. المنتخب كوريا منظم دفاعيا بشكل كبير جدا وعوضوا واتحسب على يعني اتحسب لهم كمان اليابان ضربه جزاء ظالمه. طب انت هتشجع مين في النهائي؟ انا هشجع اليابان. اصل استراليا بحس ان هي دخيله. رخم. لا مش رخم. هم ما عندهمش امتاع. الفريق الاسترالي عامل زي الستايل الانجليزي. القوه والسرعه والكور الطويله ما يمتعكش. وبعدين بحس ان استراليا دخيله شويه على المدرسه الاسيويه. كان نفسي اوزبكستان تكون في النهائي. اوزبكستان بس كانت يعني 6-0 بس هم دخل فيهم هدفين في الاول واتفتحوا خالص. وبعدين شفت اخطاء لحارس المرمى. اول مره حارس كويس قوي عامل بطوله كويسه طبعا. الدنيا فتحت والديفنس طلع. والراجل المدرب الفني اللي شبه الاستاذ عصام شلتوت فاكر ايوه ف يعني مش عارف كانت مفاجاه ليا بصراحه اداء اوزبكستان قدام استراليا. وانا شايف المنتخب الياباني عنده بس خلي بالك المنتخب الاسترالي برضه فتنس الفرقتين بالظبط. يعني ما تقدرش تقول مين الاقوى. كابتن احمد